الكاش في أي شركة ما بيضيعش فجأة، هو بيتحبس، وأكتر 3 أماكن بيتحبس فيهم: المخزون، العملاء، الموردين. وخلينا نبدأ بالمخزون. المخزون مش بس بضاعة جاهزة للبيع، ده كمان خامات، شغل تحت التشغيل، منتجات مستنية تتباع. كل ده كاش متجمد ومش بيتحرك، وعلشان كده بنقيس حاجة اسمها معدل دوران المخزون، الانفنتوري تيرن اوفر. يعني الشركة بتبيع مخزونها كم مرة في السنة. فلو الشركة بتلف المخزون 4 مرات في السنة، يبقى تقريبا كل 90 يوم الكاش بيطلع ويرجع. لكن لو المخزون قاعد سنة، يبقى الكاش محبوس سنة كاملة. فمش المشكلة ان المخزون يكون غالي، المشكلة ان هو بيتحرك بسرعة ولا لا. نخش على تاني حاجة: حسابات العملاء. الاكونتس ريسيفبل بتظهر لما تبيع بالآجل، انت بعت وسجلت ايراد بس الكاش لسه ما دخلش. فكل يوم تأخير في التحصيل هو يوم الشركة شغالة من غير فلوس. مثال بسيط: شركة عاملة 10 مليون مبيعات وعندها 5 مليون عند العملاء، يبقى نص سنة شغل لسه ما اندفعش. علشان كده الشركات دايما عايزة أقل حسابات عملاء مقارنة بالمبيعات. نيجي بقى لتالت حاجة: الموردين. الاكونتس بيبل دي الحاجة الوحيدة اللي بتشتغل لصالحك. كل ما تدفع متأخر شوية، كل ما الكاش يفضل في ايدك اطول. بس في توازن: تأخير زيادة يعني مشاكل مع المورد، دفع بدري قوي يعني هتضغط على الكاش. فالشطارة انك تمشي على شروط الدفع، يعني لا تحرق الكاش ولا تحرق العلاقة. دلوقتي بقى نربط الثلاثة دول ببعض. فدورة التشغيل بتمشي بالشكل ده: تطلب بضاعة، تستلم، تدفع، تخزن، تبيع، تطلع فاتورة، تستنى العميل، وبعدين الكاش يرجع. لاحظ حاجة مهمة جدا في الدورة دي: في حدثين بس فيهم كاش، لما تدفع للمورد ولما العميل يدفع لك. أي حاجة تانية هي حركة من غير كاش. والفترة ما بين الدفع والتحصيل اسمها فجوة تمويل رأس المال العام، الوركينج كابيتال فاندنج جاب. وكل ما الفجوة دي تكبر الشركة تستلف، وكل ما تصغر الشركة تكبر. الخلاصة: المخزون البطيء والعملاء المتأخرين والموردين اللي بتدفع لهم بدري يعني كاش محبوس. وإدارة رأس المال العامل مش حسابات، هي إدارة وقت. فاللي يتحكم في الزمن يتحكم في الكاش، واللي ما يفهمش الزمن اللي الكاش بيتحرك فيه بيشتغل دايما تحت ضغط.